في الفيديو ده هقول لكم على أوراد تكشف لكم نوايا الشخص اللي قدامكم، وكمان تكشف لكم الأمور الغامضة المستخبية عنكم. بس قبل ما أقول لكم إيه هي الأوراد، انزلوا في التعليقات واكتبوا الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، بنية إن ربنا يكشف لكم أصحاب النوايا الخبيثة ويبعد عنكم شرهم. وهنداوم على الأوراد دي لفترة معينة من الوقت لحد ما يكشف لنا نوايا الشخص اللي قدامنا، سواء في منام أو في الحقيقة. قبل ما نقوم بالورد كل يوم هنصلي ركعتين لله، وبعد كده هنقول الورد. أول ورد هو قراءة سورة الإخلاص بعدد 66 مرة أو 111 مرة أو 113 مرة. تاني ورد هو قراءة سورة الشمس والليل والتين والزيتون، كل واحدة منهم 7 مرات قبل النوم مباشرة. واحنا نايمين وقبل ما ننام هنحط في دماغنا الموضوع اللي بنفكر فيه. تاني ورد هو قراءة آية النور، الآية 35 من سورة النور بأي عدد وتري، وكل ما نزيد من الأعداد كل ما يكون أحسن طبعا. آخر ورد هو قراءة الآية بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وهنقرأها 100 مرة، وبعد كده هنتوضى مرة تاني ونتوجه للنوم. بإذن الله تكشف لك نية الشخص اللي قدامك ونواياه ليك ايه. هنختار ورد واحد من الأوراد دي نمشي عليه، وبأمر الله ربنا يتمم لنا كل أمورنا. ما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا تتابعوا الصفحة وشير ولايك للفيديو. أسألكم الدعاء لأبي وأمي بالرحمة والمغفرة.